عاملين ايه يا سنة اولى؟ انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله انتوا جاهزين، احنا هنبدأ الترم التاني. ان شاء الله هيكون سهل وممتع وبسيط وهيعجبكم جدا. اللي ما يعرفنيش انا مس هويدا، يا ريت تعمل لي متابعة واشتراك علشان خاطر يوصلك دايما كل جديد ومفيد. يلا بينا نبدأ رحلتنا الجديدة في اللغة الإنجليزية. Are you ready? Let's go. طبعا احنا دلوقتي هنشرح من كتاب جيم. الكتاب سهل وجميل وواضح، هنشرح مع بعض حاجات حلوة قوي. اليونت الأول بيقول ايه؟ بيقول my week يعني أسبوعي. lesson 1 days of the week. دلوقتي هناخد مع بعض يا ولاد أيام الأسبوع. أيام ايه الأسبوع؟ أيام الأسبوع كام؟ 7. بنقول عليهم ايه بالإنجليش؟ 7. main vocabulary. دلوقتي هناخد الكلمات الأساسية اللي لازم تحفظها جدا جدا ومهمة خالص. days of the week أيام الأسبوع. days of the week. Friday. يلا قول معايا كده Friday. yes Friday. Friday يعني يوم الجمعة. Friday. Saturday. هنلاحظ هنا ان انا عملت على اول 4 حروف بس، لاني اول 3 حروف بس، لان الكلمة دي هتلاقيها متكررة معاك على طول. Friday اللي هو يوم الجمعة. Friday. Saturday يوم السبت. Sunday يوم الأحد. Sunday يوم الأحد. Monday يوم الاثنين. Monday. Excellent. انتوا شطار خالص. ان شاء الله الترم ده هيكون جميل، وانا واثقة ان انتوا هتكونوا شطار وحلوين. Tuesday. Wednesday اللي هو يوم الثلاثاء. يوم ايه؟ الثلاثاء. Wednesday يوم الأربعاء. Thursday يوم الخميس. ايه ده يا مس؟ عايزين نقولهم تاني. اوكي انتوا جاهزين؟ يلا بينا هنقولهم مع بعض كمان مرة. أول حاجة Friday. اوكي Friday اللي هو يوم ايه؟ يوم الجمعة. Friday. Saturday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. اوكي دي كانت أيام الأسبوع. Before يعني قبل. After بعد. Comes يأتي. Today اليوم. لاحظ أن أيام الأسبوع بتبدأ بحرف capital letter. لو لاحظنا وطلعنا تاني كده فوق هنشوف إن Friday capital, Saturday capital, Sunday capital بدأت بحرف capital. Okay, the first letter is capital. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday كلهم بletter A, capital letter. Okay, check point. Write the missing letters. اكتب الحروف الناقصة. يلا بينا نشوف ايه الحروف اللي ناقصة هنا ونكملها. دي كلمة Sunday. sun. يبقى هنا حرف ايه يا ولاد اللي ناقص؟ ايوه يا مس حرف ال N. برافو، هنكتب حرف ال N. sun. Friday. yes F. طالما F يبقى letter F كده. Tuesday يبقى هنا letter S. خلاص Tuesday. Wednesday. في حرف ال D هنا silent، بس اللي بعده N منطوق، يبقى هحط هنا letter N. Okay. Listen and repeat. What day is it today? يلا نسمع. What day is it today? ما هو اليوم؟ يلا نقولها مع بعض. What day is it today? Today is Sunday. اليوم هو الأحد. Sunday. برافو. What day comes after Monday? اليوم اللي هو Monday يوم الاثنين. ايه اليوم اللي يجي after؟ وقلنا ان كلمة after اخدناها من شوية هنا، ان after معناها بعد. اهي after معناها ايه؟ بعد. فايه اليوم اللي بيجي after Monday؟ قالك Tuesday اللي هو الثلاثاء. Excellent. What day comes before Saturday? Friday. اليوم اللي بيجي before Saturday اللي بيجي قبل السبت اللي هو ايه؟ يوم الجمعة.
reorder. يلا نرتب the words to form a sentence. هنعيد ترتيب الكلمات عشان نكون جملة. أول كلمة اللي بتبقى باللون الأزرق اللي هي كلمة today. today يعني إيه today؟ هنعمل عليها number 1. today هي أول كلمة. is number 2. today is اليوم يكون. today is إيه؟ يلا يا شطار مين هيجاوب يا ترى؟ أيوة برافو، هيبقى دي يا مس الكلمة الأخيرة. today is Wednesday. برافو super excellent. هنبدأ بالكلمة اللي باللون الأزرق يا مس اللي هي كلمة إيه؟ يلا نتهجها مع بعض. today. today برافو، هنكتب على number 1. today is هتبقى هي دي number 2. today is Saturday، وهنعمل هنا إيه؟ number 3. اوكي كده احنا عملنا ايه ترتيب للكلمات دي. number 1 هنا هتكون what ايه؟ فاكرين لما كنا بنقول في المحادثة فوق what day is it today؟ what day ما هو اليوم؟ what day is it today؟ هي دي هنكتبها تحت what day، يبقى number 2. برافو. 2 مين هيقول بعد كده what day ايه؟ what day is it؟ yes is it. يبقى نحط هنا على is number 3. برافو عليكم، رقموا معايا is it. تمام. it اللي هي number 4 و today اللي هي number 5. انا فرحانة بيكم وبحبكم جدا، واثقة ان انتوا الترم ده هتكونوا احسن بكتير من الترم الاول. للسؤال والاجابة على ايام الاسبوع. how many، بصوا يا ولاد في كلمة اسمها how many. how many معناها كم العدد. كم العدد. how many days are there in a week؟ كم عدد ايام الاسبوع؟ هو كم عدد ايام الاسبوع يا ولاد؟ قالك there are 7 days in the week. برافو، احنا عندنا يا مس 7 أيام في الأسبوع. how many يبقى how many بتسأل عن إيه؟ أيوة سامعاك، بتسأل عن العدد، فبنقول how many معناها كم العدد. how many days are there in the week؟ فقالت لها there are 7 days in the week. وهنلاحظ إن are there بقت there are. دي حاجة ايه نقطة كده للي عاوز يلاحظ ان لما بنسأل ب are there بتتقلب لايه؟ there are. تمام. there are وجبنا are هنا تحتها على طول، فدي بنسميها عملية المقص. are there are 7 days، فهنا كانت السؤال هنا كان فيه are there. برافو. ما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم الأربعاء؟ what day comes after Wednesday؟ النهاردة مش بس بنتعلم أيام الأسبوع، ده احنا لازم نعرف إن في كلمة اسمها after وكلمة اسمها before. كلمتين دول مهمين قوي ويا ريت نحفظهم كمان. what day comes after Wednesday؟ اليوم اللي بيجي بعد يوم الأربع، فهو اليوم ايه؟ برافو اليوم الخميس. طب ايه هو الخميس يا ترى؟ انتوا حفظتوا الكلمات؟ Thursday. excellent. Thursday. what day comes before Wednesday؟ اليوم اللي بيجي قبل الأربع before. it's Tuesday. yes excellent. Tuesday الثلاثاء. في الجزئية دي مطلوب مني إن الطالب يكون عارف الفرق بين after و before، الحاجة اللي بتيجي قبل واللي بتيجي بعد. وأيام الأسبوع الأطفال معظمهم عارفين. read and choose. دلوقتي هنقرأ ونختار. how many days are there in a week؟ إيه هو عدد الدايز أيام الأسبوع في الأسبوع، يعني نفسه عدد الأيام إيه؟ مين فاكر؟ يلا فكر يا بطل، يلا يا قمر. there are 7 ولا 5؟ super excellent. 7. يبقى عندي 7 يا مس، أنا حافظهم وعارفهم كويس قوي. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Okay, what day comes after Thursday؟ إيه هو اليوم اللي بيجي بعد Thursday اللي هو يوم الخميس. اليوم اللي بيجي بعده على طول Tuesday ولا Friday؟ فكر. مين بيجي after؟ كلمة after أخدناها بمعنى بعد ال Thursday الخميس Friday.
super super excellent. I'm happy to hear that. سعيدة قوي اني بسمع كده منكم وشايفاكم ممتازين. وبكده يبقى ده الدرس الاول خلص الحمد لله، ووصلنا لجزئية الهوم وورك. يا ريت تحلوا الهوم وورك بالراحة ونكتب كويس خالص ونعدي على النقط بطريقة كويسة جدا، ونكتب احلى خط عندنا. وهنا بيعلمني ازاي احفظ الكلمات دي بكل سهولة، بحيث ان نكتبها اكتر من مرة. انزلوا عليها وعدوا على النقط دي. يعني هتعجبكم جدا. وخدوا بقى ده واجب، يا ريت اللي يحل الصفحة دي واجب يبعتها لي او يقول لي في الكومنت ان هو حل الواجب ده. تمام، اهي الصفحة دي جميلة جدا وسهلة، يا ريت تحلوها وتبعتوها لي، هتوحشوني جدا. اللي هيحل ضروري يبعت لي علشان يبقى من الشطار الممتازين المتابعين معايا. اشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي بعده. جود باي.